تحياتي يا أحرى العالم، سلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. بدنا نحكي عن وجع ما بدي أضحك، بدي أحاول ما أضحك عن جد، والله العظيم بدي أحاول ما أضحك، بس خليني أحكي وجع الفنان المعروف شوي، قاسم ملحو. فنان قاسم ملحو بزمانات، بدنا أحكي لكم قصة ليش هو متضايق. بزمانات حاولت أحكي معه، قال لي أنت ما فيك تحكي معي، إذا بدك تحكي معي أنا بقرر إمتى أنت تحكي معي. المهم لقيته ايه مالك يا ابني، مالك ما تروق. هاتي حالي اني احكي معاه. انت ما فيك تحكي امتى، ما انا بقرر. إيه والله عن جد انت بتقرر؟ دائما انا اللي بقرر. لمعلوماتك يعني، انا اللي بقرر وهن اللي بيرضوا. عرفت شلون؟ على كل حال بيرضوا، احيانا برضاهم احيانا بخدعهم. عرفت كيف؟ المهم انا كنت عرفتك على حالي، قلت لك انا ميسون بقدر، وحابه اناقشك. قلت اوه انا اللي بقرر، مو انت بتقرر عن جد. ليش انت بتقرر بسوريا شو تعمل، ولا بشار بيقرر لك؟ هلا بنشوف. طيب، الفنان قاسم ملحو يشتكي عندما يدخل إلى سوريا ويطلب منه صرف 100 ملطوش، قصده $100، يعني بسعر، يعني قال له ولازم يلي لازم يصرفهم ابن البلد بس يدخل على بلده. بلعناها، يعني انه ال100 ملطوش يلي بينطلب من ابن البلد لما يفوت انه يصرفها، بس اللي يفوت على البلد ايه انه يصرفها على بلده. بلعناها، بس ممكن تلاقوا طريقه تخففوا هالزحمه على قوات الصرافه. يعني ما بعرف ليش يا استاذ، يا استاذ، يعني واذا كان في زحمه ما بدك تراعي انه في قائد، قائد البلد هذا ابو عيون زرقاء، خضراء او زرقاء ما بعرف، انت بتعرف انا ما بطلع بعيون انه عرفت شلون؟ هذا الزلمه اللي عم يتعب وعم يهلك وعم يفني حياته هو ومرته واولاده ليسعدكم، تستكتر عليه انك توقف لك شي 4 ساعات على قوة الصرافة مشان تصرف $100 بسعر لحظة شو قال هون؟ قال هون قال هال100 ملطوش اللي لازم يصرفهم ابن البلد وهو فايت على وطنه بسعر ترللي. شو قصدك بسعر ترللي؟ ماذا تقصد بكلمة سعر ترللي؟ هي إلها كتير 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 معاني. ليكون قصدك ترللي على عقل سيادة الرئيس، يا وي لا 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 لا، مو قصده هيك يا جماعة، لا لا مو قصده هيك، اوعك بشار، لا 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 ما قصده هيك. قاسم، قاسم شو قصدك سعر ترللي؟ عن تسعيرة البنك بلعناها وما لنا معترضين، بس ممكن تلاقوا لنا آلية مختلفة بدل هالزحمة اللي عم تصير على قوات صرافة أول ما عم يوصل المسافرين على المطار. شو قصدك ترللي؟ أنا بعرف واحد بيقولوا ترللي بكون عقله ترللي، واللي مطلع هذا القرار قائد بلدك بشار. ماذا تقصد بترللي؟ أنا بدي أعرف. أنا هلأ من موقعي هذا، في يعني موقعي هذا تبع التصوير، أريد أن أعلم ماذا تقصد، من تقصد بكلمة ترللي؟ لا هيك لازم القصة ما بيكون هيك فيها شو اسمها هي، وهن، وهن بعزيمة الوطن، وهن بحب الوطن، عم تعمل وهن، عم تعمل انكسار بحب الوطن، وهذا الشيء ما بيرضى فيه قائد البلد، بيحاسبك عليه. تتذكر من كم يوم يا حرام في زلمة ماله لا ناقة ولا جبل عم يقرا شغلة من على الشاشة على الهواء، كاتبين شغلة غلط، برنامج الكابتن، تذكر؟ شالوا له الزلمة، شالوا له البرنامج وعفطوه. هون الغلطة، بدك تنتبه، بدك تنتبه. بعدين بدي اسألك سؤال، ليش حضرتك يعني تعمل حالك عم تنتقد انت والسيد هذا شو كان اسمه؟ ايمن زيدان، تمام؟ كيف نفس القصه، ذاك كان فايت وقال ما بيعرف كيف يعني واحد بده يفوت على الوطن اللي بيحبه هو وطنه وعم ينطلب منه يصرف $100 بالسعر ترللي. هو ما قال ترللي يا جماعه، اللي قال ترللي هو قاسم ملحو. ما بعرف انا شو القصه. قاسم ليش ما رضيت تناقشني المره من شي سنه؟ انا تلفنت لك ومعي رقمك، ولا هو احلى شغله بعثت له انا نفس الموضوع هذا، بعثت له الصوره هي اللي ناشرينها اللي عم بحكي فيها على الموضوع، قام عمل لي بلوك. ما بعرف ليش عمل لي بلوك، معني ما عملت له شيء. شو قلت له هون؟ استنوا، شو قلت له هون لما بعثت له التسجيل يا ميسون؟ شو قلتي له؟ شو قلتي له لقاسم ملحو؟ وينه قاسم ملحو؟ وينه هون؟ ارجيكم شو قلت له. قاسم ملحو، وينك يا قاسم ملحو؟ هون عمل لي بلوك. شو قلت له هون؟ لحظة شوي من هون.
شو استاذ قاسم ملحو تذكرت مين معك؟ انا اللي ما رضيت يوم من الايام تاخذ وتعطي معها. تتذكر؟ ليش؟ لانه انا من وجهة نظرك لازم احكي بالطريقة اللي انت بدك اياها. بس انا هلا برجع بقول لك، هل ممكن ترجع وتحكي ونتناقش؟ اكيد ما حترضى لانكم ما بدك، يعني اكيد ما بدك، ما هيك؟ مع اني انا لما طلبت اني احكي معك حكيت معك بمنتهى الادب. نعم انا مؤدبة. يعني يمكن ابسط شغله بتقدر تعمل لي اياها انه تعمل لي بلوك. فعلا عمل لي بلوك. فعلا عمل لي بلوك. يعني عادي، ثلاثي الابعاد. على كل حال يا قاسم ملحو، انا بدي احكي لك شغله. عيب تقول على هي تبع الكوات ترى للي، يعني او سعر اللي هي ترى للي، عيب ما بيصير. يعني هذا حاطه مرسوم طالع من القائد تبعك، من ابو البيش، ابو عيون جريئه. يعني انت عم تعترض على مرسوم طلعه سياده الرئيس تبعك اللي هو عم يفني حياته وعم يتعب ليل النهار هو وسيدة الياسمين، سيدة الياسمين تبعه، وعم يعني عم يحاولوا انه يخلي لك البلد بتاخذ العقل، بتطير العقل. عم يجيبوا لك الكهرباء نص ساعة باليوم او ساعة باليوم، ما بكفي. شو هذا؟ شو هالطمع هذا؟ كيف انت بتعمل وهن بحب الوطن وبعزيمة الوطن؟ بدك توقف على الكوات؟ بدك توقف على الكوة؟ ايه بدك توقف على الكوة وتستنى وتصرف المية وانت عم تضحك وترفع صورته كمان؟ ما بصير. بدك ترفع صورته بدك ترفعها وتقول بالروح بالدم. إيه لك؟ ما هيك انتوا هيك بدكم. لك ما بعرف شو بدي احكي لك ما بعرف. لك يلي ما زعلت يا قاسم ملحو، انت ابن حلب على ما اعتقد، يمكن من حلب انت. ما زعلت على مدينة حلب اللي دمر لك اياها، ما زعلت على الاماكن الاثرية، ما زعلت على البشر يلي تدمرت الابنية فوق راسهم والحجر بجهنم الحمراء عليه بيرجع. بس البشر ما زعلت انت على الجوامع اللي انهدت فوق راس الناس والبيوت، ما زعلت انك انت وفايت على البلد يلي انت راضي تصرف هال100 ملطوش. يا ملطوش، والله انا خايفه عليك ما يلطشوك دو جماعه بشار. يعني قاسم مالهم امانها، انا عم اقول لك. وتفكر حالك انه اذا انت فنان يعني هن حيتركوك وما حيعملوا لك شيء. يعني عن جد انا كل ما عم شوف بسعر ترللي يا زلمه. شو بتقصد؟ هلا اذا وصلت لبشار الاسد شو بيكون موقفك انت؟ بدك ترجع تقول والله أنا بعتذر، أنا ما كان قصدي أحكي هيك، بس يعني أنتم بتعرفوا دول المعارضة والتلفزيونات تبع المعارضة هن بيألفوا من عندهم، أنا ما دخلني، أنا مع الرئيس. هيك أكيد بيقول هلا، هيك بيرجع هلا بعد السحسوح بيرجع بيقول أنا ما قصدت هيك، أنا على راسي وعيني بوقف باستعداد كمان وزقفة طلائعية وشبيبية. يا جماعة الخير والله العظيم لوين آخذين هالبلد؟ لوين أنتم رايحين؟ لوين لسه؟ يعني انتوا مو بتطلعوا بتسافروا برا؟ مو بتشوفوا الناس كيف عايشه برا؟ يعني انت اول ما تطلع من سوريا ان شاء الله تطلع على لبنان اللي عايف حاله، يمكن بتحس حالك انه هنيك في عندك شويه يعني بتحس حالك بني ادم اكثر من سوريا، صح؟ رغم انه كمان لبنان الوضع صعب يعني. بس عن جد يعني لامتى حضركم هيك؟ يعني انت اكثر انه حرقوا لك، مو حرقوا لك، حرقوا يعني اكثر مكان صاروجه يا جماعه. انا لحد الان ما عم بستوعب. في ناس عم تصرخ، عم تصرخ انه عن جد ما اجت الاطفائيه. تاخرت الاطفائيه لانه ما في عنده اطفائيه. بشار اسد ما عنده مطافي، ما عنده طيران يطفي، عنده طيران يقصف بس. قاسم ملحو ما بصير تقول ترى للي، لازم تعتذر، عيب عليك، لانه عن جد هيك انت عم تهين السياده الرئيس اللي مطلع هيك مرسوم، وهو طلع المرسوم اساسا. شو قصدك ترى للي؟ عيب يا زلمه، وقف لك 4 5 ساعات على الكوات، شو المشكله يعني؟ فداء لبشار الاسد ومرته وابنه اللي اخذ الماجستير، ما صار له عم يعلم ابنه عشان يحكمكم. لا ما حيحكمكم، ما حيحكمنا نحن، حيحكمكم انتم. بس لا، هيهات. هيهات. بتعرف ليش هيهات يا قاسم ملحو؟ لانه هذا رئيسك هو اساسا مو حاكم. بيني وبينك لا تقول لحدا اللي حاكم هو بوتين وملالي ايران. اذا ما بتعرف هي غششتك انا، تمام؟ تحياتي احرى العالم. دون تعليقات حلوه. اكتبوا لنا لقاسم ملحو لا يعمل وهن بعزيمه بعزيمه ولو وقف على الكوات يا زلمه، ودفاع وصروف وانت عم تضحك وتلعب، مازال ما بدك تعارض مثل الخلق والبشر. خليك ساكت احسن لك.